كده حد بيكلمني وهو زعلان بيقول لي شفت الاهلي عمل ايه مع الجيش الملكي، شوف ازاي تعادلنا وكنا المفروض نكسب. وان في ظلم كبير جدا وقع على النادي الاهلي او وقع على لعيبه النادي الاهلي في الماتش دوت. ولكن يعني انا كان ردي على الناس ديت انه، او ردي على جماهير النادي الاهلي، انه اللعب وسط الاجواء دي، مدرجات كامله العدد وجمهور من احسن جمهور الكوره اصلا في العرب، وانت بتلعب وسط ضغط عالي جدا من جمهور كل شويه عمال بيحدفك بازاز ميه وبيحدفك بسكاكين، وجمهور عمال بيشتمك وعمال بيعمل كل ما لذ وطاب عشان يخرجك بره تركيزك وبره الكوره اصلا. في وسط ده كله الاهلي كان ماسك نفسه وكان عنده ثبات انفعالي عند لعيبته عاليه جدا جدا. في وسط الاهلي كان بيتخانق مع اللعيبه واللعيبه بتشد وبتكذب وعماله بتوقع في لعيبه النادي الاهلي، وبيشوفوا سكاكين وبيشوفوا. في وسط ده كله كان في ثبات انفعالي عالي جدا من اللعيبه. وده اللي انا بقوله، انه اي فريق تاني غير الاهلي كان هيتغلب. مش هيتغلب كوره، هيتغلب اولا بظلم تحكيمي، ثانيا بضربه جزاء مش ضربه جزاء اصلا، ثالثا بضغط جماهيري كبير جدا، انواع التشتيت اللي ممكن تشوفها في الملعب. طبعا اجواء زي ديت ما تعملش فيها كوره اصلا. ففكره ان انت يدخل فيه ضربه جزاء بالشكل دوت بتعادل من ماتش زي دوت، فده انجاز كبير جدا 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 للاهلي. وبعدين حد تاني هيجي يقول لي طب ما هو يعني الكاف ما طلعش ولا كلمه عن الماتش ولا قال اي حاجه، حتى تقرير المباراه وتقرير الحكم كان تقرير ان الماتش خلص تعادل وخلاص على كده. وانا بقول لك ان الكلام ده مش هيحصل. الكاف مش هيطلع قرار ولا هيطلع بيان عشان يدين اللي حصل للاهلي في المغرب. ده مش هيحصل، لان في راجل قوي في قلب الكاف اسمه فوزي لكح. راجل او الرجل المغرب القوي في قلب الكاف، بل هو الرجل الذي يمتلك السلطه العليا في الكاف. الراجل اللي كلمته مسموعه سواء في المغرب او بره المغرب. الراجل اللي عامل قيمه للمغرب، وده ما يزعلش حد. ما يزعلش حد طالما بيخدم المغرب وبيخدم المغاربه وبيخدم الكره المغربيه. يترجم دوت لبطولات سواء في كاس العالم او في بطولات افريقيا او على مستوى الشباب او غيره. مادام كل ما حتى لو كان ضد مصلحتك كمصري، انا بقول اهوت حاجه مزعلاني جدا من ماتش الجيش الملكي. ومش بس ماتش الجيش الملكي، اي ماتش المصريين بيروحوا فيه في المغرب بيتقلب لمجزره. اي ماتش بيتراح هناك انت الموضوع هناك بيبقى صعب جدا وبيبقى فوق التحدي وبيبقى فوق اي عقليه ممكن بتلعب بالكوره. احنا ما بنلعبش